اهلا بيكم في حلقه جديده. انا احمد حلمي ودي قناه زومين. جايين بقى النهارده نتكلم عن الافلام اللي اتوفرت للمشاهده دلوقتي على الانترنت بجودات حلوه. افلام نزلت في 2023 وكان ليها اول كانت عامله ضجه حلوه وكان عليها تاثير حلو جدا واتوفرت دلوقتي للمشاهده. انا عارف ان في ناس ما بتحبش ان هي تنزل سينما، وفي ناس اساسا بتحب تستنى مخصوص الافلام تنزل الاول على النت وان هي تسمعها دلوقتي. فالفكره كلها ايه الافلام بقى الحلوه وايه الافلام الوحشه، ايه الحاجات دي كلها، خصوصا ان 2023 كانت مليانه افلام كتير جدا سواء عربي او اجنبي. بس طبعا مش هنقدر نتكلم عن كلهم هما الاثنين، فاحنا النهارده هنتكلم عن الافلام العربي بس، وخصوصا الافلام اللي توفرت خلاص الفتره اللي فاتت دي في اخر شهرين تقريبا للمشاهده دلوقتي على النت بجودات حلوه جدا. واللي قبل ما نبدا انا حابب ان احنا كلنا ندعي لاخواتنا في غزه ان ربنا ينصرهم ويقويهم وينصرهم على عدوهم وعدونا، اللي الواحد مش عارف يقول ايه اكتر من كده. ان احنا ما شفناش فجور اكتر من كده، ما شفناش اذيه اكتر من كده، ما شفناش او ليه حاجات كتير الواحد مش عارف يعبر عنها، كلام الواحد مش عارف يقوله، عشان لو قلته في حاجات كتير هتتوقف، الفيديوهات هتتوقف، حاجات كتير هتحصل. بس الفكره كلها ان الواحد فعلا ما بقاش عارف ان هو يدعي بس ربنا ان ربنا يفك كربهم ده وان ربنا ينصرهم ويقويهم. وان لحد دلوقتي ان انت لو مش قادر ان انت تساعدهم ماديا او ان انت تتبرع لهم عن اي طريق جمعيه او عن طريق فوري، ان انت بس كفايه ان انت ترفع ايدك وتدعي لربنا وانت بتصلي وانت بتدعي كده وانت قاعد ان ربنا يفك كربهم، ان ربنا ينصرهم ويقويهم على المحنه اللي هم فيها. ومش عايز اطول عليكم اكتر من كده، ويلا بينا نبدا. اول فيلم معانا الفيلم اللي اكتسح شباك التذاكر، اللي بقى اعلى ايرادات في تاريخ مصر، الفيلم اللي مفيش حد اتفرج عليه وقال عليه وحش، الفيلم اللي استمر عرضه تقريبا طول فتره الصيف كلها وان هو ما اتشالش لحد نهايه الصيف تقريبا، هو فيلم بيت الروبي. الفيلم اللي كان اكتر من روعه، اللي ناقش قضيه جميله جدا واللي كان فيها اداءات حلوه جدا من الممثلين او الابطال بتوعه. الفيلم اللي جانا من بطوله كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز ونور، وكان معاهم كمان طارق عماد. الفيلم بصراحه اللي كان جاي لنا باجواء حلوه جدا واجواء مختلفه جدا، ان الواحد يشوف خطوره السوشيال ميديا، ان الواحد ازاي السوشيال ميديا ازاي الترند ممكن ان هو يدمر حياه اسره كامله من مجرد بس ان الناس بتتكلم، ان ممكن حد بس يكون عايز انه ياخد مشاهدات انه ممكن يدمر حياه حد تاني. ازاي المشاهدات دي ممكن اساسا انت تلهيك عن عيلتك، تلهيك عن اسرتك، تلهيك اساسا عن الحاجات المهمه بالنسبه لك في حياتك. حاجات كتير جوه الفيلم بصراحه اتنشأت بطريقه حلوه وباسلوب كمان اوليه بسيط جدا وممتع جدا ان انت تتفرج عليه. الفيلم اللي انت لو انت كبيره وانت صغير ممكن تتفرج عليه مع اسرتك، ممكن تتفرج عليه مع عيالك، فيلم حلو جدا ومناسب جدا. اما تاني فيلم واللي بصراحه ما يقلش جمال ولا حلاوه عن الفيلم الاول واللي بالنسبه لي هو احسن منه، انا اتفرجت على الفيلمين، انا حبيت فعلا فيلم بيت الروبي جدا، بس الفيلم ده بصراحه ليه معزه خاصه بالنسبه لي انا، هو فيلم شلبي. الفيلم اللي جانا بقى باسلوب مختلف وقصه مختلفه واقول تقديمه مختلفه، الافلام الاستعراضيه الغنائيه اللي الواحد مش بيشوفها تقريبا في مصر اساسا بشكل حلو او بشكل بشكل كتير في اخر مثلا 10 سنين، ممكن كمان اكتر من كده. بس فكره الفيلم بس ابهرني جدا ان هو نازل وكان معمول بشكل حلو جدا. الفيلم اللي جانا من بطوله كريم محمود عبد العزيز وروبي وبيومي وفؤاد وحاتم صلاح، اللي الواحد كان بيتفاجئ فيه باداءات كتير جدا، اللي زي اتكلمت قبل كده ان عجبني فيه اداء بيومي وفؤاد وان هو كان حلو جدا. حاتم صلاح اللي الواحد شافه بره شخصيه نفادي واللي اتبهرت بيه هو كمان وكان حلو جدا بالنسبه لي. طبعا كريم محمود عبد العزيز وروبي ادائهم معروف وكان ادائهم حلو جدا جوه الفيلم بقى بقصته المختلفه، بفكره العرايس، بفكره اقول ان انت تعمل فيلم غنائي استعراضي لطفل لاطفال، ان انت هتتفرج عليه، انت حد كبير هتتفرج عليه هتعجب بيه، اتفرجتوا الاطفال هيبقوا منبهرين بيه ومعجبين بيه جدا. فالفكره دي كلها ان الفيلم بصراحه بالنسبه لي في حته تانية وان هو اتعمل باسلوب حلو جدا، فانصحكم اكيد ان انتوا تتفرجوا عليه، من اوائل الحاجات اللي انتم ممكن تتفرجوا عليها. اما ثالث فيلم معانا الفيلم اللي كان عامل قلق كبير وضجه كبيره خصوصا هنا في مصر، الحاجه دي اللي الواحد كان بيشوف كلام حلو، الناس بتقول عليه ان هو حلو جدا وناس بتقول عليه ان هو وحش جدا، فجاه بقينا نتهم الناس على طول، اللي بيقول عليه حلو ان دول لجان، وفي ناس بيقولوا على ان بيقولوا عليه وحش ان دول لجان. فجاه بقى دخلنا في دايره كبيره النقاش والاختلاف، ان محدش فاهم هو الفيلم حلو ولا الفيلم وحش. الفيلم اللي بتكلم عليه هو طبعا فيلم تايه، الفيلم اللي كان جانا من بطوله تامر حسني من تاليفه وكتابته وان هو شارك اساسا في حاجات كتير فيه. الفيلم اللي الواحد مش عارف او ليه الواحد مش عارف هو حلو قوي هو وحش قوي، ايه الموضوع اللي جواه، الواحد ما كانش عارف او ليه انه حلو ولا لا. هي الفكره كلها زي ما قلت برضو قبل كده، ان هي كانت التطلعات كانت عاليه جدا عن الفيلم، ان هو اول سوبر هيرو مصري وان هو المفروض بطل خارق وان الموضوع كله هيبقى جد وان الموضوع الناس كلها استعدت له، اللي فجاه بقى الموضوع بقى هزلي. الفيلم مش وحش، وده كلام الواحد بعد ما شافه لتاني مره بعد ما نزل خلاص وتوفر على الانترنت بجوده حلوه. الفيلم مش وحش، الواحد لما سمعه في البيت كده ان هو فيلم كوميدي ومجرد فيلم كوميدي هزلي كان حلو جدا، الواحد ضحك فيه في مناسبات كتير. الفيلم بس الناس عايزه تخرجه بره اطار السوبر هيرو المصري او بره اطار ان هو بطل خارق وان هو شبه حاجات مارفل او شبه حاجات دي سي. انت بس لو اتعاملت معاه انه فيلم مصري كوميدي، الفيلم حلو جدا من الناحيه دي ومن الكوميديا اللي بتحصل جواه. اما الفيلم اللي معانا
معانا اللي ما كنتش عارف ان انا احطه ولا لا، هو فيلم ابن الحاج احمد. اول بطوله مطلقه لشيكو، اللي اقول ايه ان الثنائيه بتاعته كانت هو وهشام ماجد في اخر كام سنه كانت مكسره الدنيا. طبعا الثنائيه دي المستمره معانا في مسلسل اللعبه واللي عامله اداء جبار جدا. بس اول تجربه لشيكو الواحد مش عارف يقول عليها ان هي حلوه، بس بصراحه انا مش عايز برضو ان انا اقول عليها ان هي وحشه. الفكره كلها ان هو بيطلع منه كوميديا احسن من كده بكتير، بس في الفيلم ده اقول ايه في استظراف شويه، في حاجات ما كانتش موفقه في الايه في القصه بتاعت اساسا الفيلم اللي جانا من بطوله شيكو ورحمه احمد ومصطفى غريب ومعاهم كمان سيد رجب، غير طبعا نجوم كتير ظهروا معانا فاقول ايه كضيوف شرف موجودين معانا زي صبري فواز وبيومي فؤاد، اللي احنا شفنا برضو لقطات منهم الواحد مش عارف يقول ايه انها ممكن تكون احسن حاجه ولا لا. بس الفكره كلها ان الفيلم فيه لقطات كوميديه، وهو الفيلم اساسا هو فكره ان هو فيلم كوميدي، دي الحاجه المعروفه. بس الفكره انا زي ما بقول صدمه الواحد الكبيره ان ده شيكو، ان الواحد كان منتظر منه عمل كوميدي اكتر من كده. بس الفكره بقى الفيلم انت هتضحكوا فيه شويه، هتتفرجوا عليه كده وانت بتاكل وانت بتعمل اي حاجه، بس هو فيلم المره الواحده اللي هتتفرج عليه ومش هتتفرج عليه تاني. اما اخر فيلم معانا بقى، واللي بصراحه ده بقى يعني اقول اكتر الافلام اللي ما كنتش عايز ان انا احطها، بس الواحد بيقول ان شويه كوميديا وفي وسط الاجواء دي ان احنا محتاجين ان احنا نفصل شويه. الفيلم اللي انت ممكن تسمعه وما تشوفهوش ويكون حلو بالنسبه لك جدا، هو بالظبط كده هو فيلم 2 للايجار. الفيلم اللي جانا من بطوله بيومي فؤاد ومحمد ثروت، اللي بصراحه يتسمعوا اكتر ما يتشافوا. انت الحاجه اللي انت عارفها صوت ثروت المميز، وان انت تشوف بس الكوميديا بتاعت بيومي فؤاد، الحاجه دي هتكون كافيه جدا وانت بتسمعه ان انت تبقى ايه مبسوط شويه، هتضحك شويه على الحاجات اللي بتحصل. المواقف مش مهم تشوفها قوي قد ما تسمع بس منهم الكلام اللي بيتقال. يعني اعتبروا مسلسل اذاعي، اعتبروا حاجه كده زي ما بقول برضو زي ابن الحاج احمد شويه، انت ممكن تسمعه وانت بتاكل كده، او انت مش عايز تشغل بالك بحاجه ممكن تفصل بيه شويه بين اي حاجه. الفكره كلها ان هو برضو فيلم يعتبر فيلم المره الواحده اللي هتتفرج عليه. انتم بقى لو سمحتوا اي فيلم من دول ايه رايكم فيهم؟ ايه تقييمكم للافلام ذات نفسها؟ ايه الافلام اللي فيهم حلوه وايه الافلام اللي فيهم وحشه؟ فيلم تاج بالنسبه لكم كان فيلم حلو ولا فيلم وحش؟ 2 للايجار انا مش محتاج ان انا اسال عن رايي، انا عارف ان ده فيلم المره الواحده، بس كان لازم ان انا اقوله في وسط الافلام اللي اتقالت دي. فانتوا بقى لو انا نسيت اي فيلم تاني نزل وتوفر للمشاهده بجوده حلوه يا ريت تقولوا لي، ممكن اكون ما اتفرجتش عليه واروح انا كمان اتفرج عليه. استني ترشيحاتكم وتعليقاتكم في الكومنتات، ايه الحاجات اللي عجبتكم وايه الحاجات اللي ما عجبتكوش من ضمن الترشيحات دي، وايه رايكم في السلسله دي ذات نفسها نستمر عليها بعد كده وتبقى حاجه كده ايه ابديت اول باول، اول حاجات ما تنزل بعد كده ان الواحد يطلع يتكلم عليها ويقول ان الحاجات دي نزلت عشان برضو تتفرجوا عليها في وقتها ويكون الموضوع بالنسبه لكم احسن بكتير. ولو وصلت بقى لحد هنا ولسه ما عملتش لايك فعيب عليك والله، انزل اخبط لايك جميل كده عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس. يا سلام بقى لو تروح تاخد الفيديو ده شير عندك لصفحتك كده يشوفها اصحابك، يشوفها قولي اللي عندك كده برضو عشان الفيديو زي ما بقول يوصل لاكبر عدد من الناس. ولو مش مشترك معانا في القناه يا ريت تشترك، وبكده تكون خلصت كل الكلام اللي عندي. اشوفكم بقى الحلقه الجايه، سلام.